يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم مع حصاد الفكر. سؤال: لماذا يسقط العلماء؟ هذه الظاهرة على فكرة ليست ظاهرة جديدة، التاريخ مليء بأعداد ضخمة من العلماء الذين تساقطوا، رفضوا أن يقفوا مع الحق، ووقفوا مع الباطل، بل هم الأكثر في التاريخ القديم والواقع الحديث. وإياكم أن تظنوا أن المشكلة هي نقص في العلم. سمعت بعض الشباب يقولوا هؤلاء ما عندهم علم. إياكم أن تخطئوا، طبعا عندهم علم، وعندهم علم كثير، يحفظوا من النصوص والمتون وأقوال العلماء، بل الكتب يحفظون أعداد ضخمة منها. فالمشكلة هي ليست في نقص العلم. إذن أين المشكلة؟ المشكلة هي في القيم، في القيم. علموهم العلم لكن لم يعلموهم القيم التي يجب أن يحملها العلماء. وعلى فكرة هذه مشكلة في التعليم الديني، ظاهرة تاريخية وحديثة، هي موجودة في الجامعات، كليات الشريعة، في المدارس الشرعية، في المستويات المختلفة، تركيز شديد على العلم، والقيم تذكر سطحيا. لم يعلموهم إيمان عميق بالحق، بالعدل، بالتضحية من أجل الحق والعدل. لم يعلموهم ويغرسوا فيهم أن المبادئ أهم من المصالح، فينظروا بعد ذلك إلى مصالحهم ومصالح من ينفق عليهم الأعطيات ويبرر لهم، لأن المصالح بالنسبة لهم أهم من المبادئ. لم يعلموهم المعنى العميق، ضرورة رفض الظلم ونصرة المظلوم، وأن هذا أهم مني ومن منصبي ومن شهرتي ومن مكانتي ومن أعطياتي. لم يعلموهم الشجاعة أمام الظالم. ذكروا لهم ذكر سطحي سيد الشهداء حمزة، ورجل قام أمام إمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. بل علموهم اسمعوا وأطيعوا ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. وعلى فكرة هذه الزيادة في الحديث مختلف على صحتها، الحديث صحيح لكن هذه الزيادة ولو جلد ظهرك وأخذ مالك مختلف على صحتها. فعلموهم هذه وجعلوها أصلا، وجعلوهم يخضع الأمة ويعلموها الخنوع بمثل هذه النصوص. لم يعلموهم ضرورة وضوح الهدف. الهدف هو الدين، هو الأمة، هو العزة، هو النهضة، هذا هو الهدف، وليس الحاكم والطاغية وأنا وأهلي. لم يعلموهم سحرة فرعون، علموهم إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. ولم يعلموهم أن هؤلاء السحرة عندما اتضحت لهم الحقيقة ماذا فعلوا؟ قالوا لن نؤثرك، لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق. طبعا جزء منها التبعية المالية لهؤلاء العلماء، يعيشوا من أعطيات هؤلاء الكبار. الفكر مع العلم مع القيم هي التي مطلوب أن يتشكل بها العلماء. على فكرة هؤلاء هم فعلا مقتنعين، لكن هذه نتيجة لتعليم يركز على العلم والنصوص بدون فكر وقيم. علموهم الشريعة لكن لم يعلموهم حقيقة مقاصد الشريعة بالمقاصد الإنسانية. ولذلك علماء السلاطين عندما يدرسوا سينتجوا وراءهم علماء سلاطين، وتستمر هذه السلسلة النكدة. نحن نحتاج إلى جيل جديد من العلماء العاملين الأحرار
الذين يتمسكوا بالقيم ويقدموها حتى على العلم، يقدموا الإيمان وأن الله سبحانه وتعالى ما عنده خير وأبقى. يقول الإمام الحسن البصري: لا تكن ممن يجمع العلم، علم العلماء وحكم الحكماء، ويجري في مجرى السفهاء. كلام سفيه وإقرار للظلم والباطل، مجرى السفهاء. أتمنى لطلبة العلم الشرعي بالذات أن يكونوا من العلماء العاملين الأحرار أصحاب القيم فلا يسقطوا. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.